هاي سيدي، قلنا السلام عليكم الناس الكل وإن شاء الله تكونوا بخير. دونك ما طولناش عليكم، كما العادة في لايف جديد. آه، مرحبا بالوخيين الكل كما العادة، شرفتونا والمتابعين الموجودين، وخاصة يعني التفاعل متاعكم والاحترام المتبادل بيناتنا. دونك ما تنساوش معناها تدعمونا كما العادة، بلايك بارتاج، خلينا معناها نعديو لايف مزيان مع بعضنا اليوم. باش يكون عندنا ضيف محترم برشا، ضيف معناها الناس الكل تعرفه، الناس الكل حكيت عليه في فتره من الفترات. تاريخه معناها هو اللي يحكي عليه كلاعب وكمدرب. دونك ان شاء الله نعديو لايف مع بعضنا الاخوان الكل. اليوم الضيف نتاعنا اللي هو راضي الجعايدي. اليوم باش نحكيو على عده نقاط مهمه في نجم نقولوا التجربه نتاع راضي الجعايدي كمدرب، والا يعني في تونس، والا في لانجلتير، والا في بلجيكا. باش نحكيو على عده نقاط معناها مهمه برشا. كما العاده التفاعل نتاعكم مهم برشا. نحاولوا معناها الاسئله نتاعكم باش نحاول نوصلها لراضي الجعايدي، باش نحاول كيفاش يجاوبنا بكل صراحه. دونك مرحبا بالاخوان الكل، مرحبا بالناس الكل الموجوده. انا الحقيقه هاني نتبع فيكم الناس الكل. خويا نايف مرحبا، خويا امين مرحبا بيك، دونك خويا سامي مرحبا، رؤوف خويا مرحبا، الاخوان الكل ان شاء الله تكونوا بخير. دونك خويا حميده مرحبا بيك. دونك نحاول ان شاء الله نورمالمون راضي باش يكون معنا. دونك كما قلت باش نكونوا اليوم نحكيو مع راضي في عده نقاط معناها، خاصه بعد كما نقولوا احنا الحاجات اللي صارت في الفتره من الفترات، كما هو في الترجي والا في الفتره الاخيره بعض العروض اللي جات راضي الجعايدي. باش نحكيو على النقاط هذه، باش نحكيو بكل شفافيه. نعرف اللي راضي الفتره هذه الكل معناها بعيد شويه على الاعلام، لاهي في الخدمه نتاعو. الحقيقه انا تربطني بها علاقه معناها علاقه محترمه برشا، علاقه صداقه. دونك باش نحكيو على برشا كوره، باش نحكيو على الكوره في تونس، باش نحكيو على المنتخب نتاعنا زاده في تصفيات بون في الكاس الافريقيه الجايه. نفس الشيء باش نحكيو على الفرق نتاعنا، الترجي الرياضي التونسي في البطوله الافريقيه. ان شاء الله الديكور زاد عجبكم الناس الكل، يعيشك. هذا استوديو جديد، دونك ان شاء الله عجب له خيان الكل. خويا محمد علي مرحبا، خويا عماد مرحبا بيك، مونتا خويا مرحبا. دونك ان شاء الله نورمالمون راضي باش يكون موجود معنا. دونك قدرة ربي. لا اله الا الله. راضي مرحبا. السلام عليكم، شنو احوالك احمد؟ تسمع فيا؟ الصوت مانيش نسمع فيك خويا. اوكي. خليك معايا. سي بون تسمع فيا راضي؟ انا نسمع فيك. سي بون. صباح خويا، لباس عليك؟ الحمد لله الحمد لله، عايشك احمد، شنو احوالك انت؟ والله الحمد لله. اول حاجه خويا ميرسي على قبول الدعوه هذه، وبارك الله فيك. بعد معناها فتره كما نقولوا بعيد شويه على الاعلام، لكن ديما علاقتي بيك ديما علاقه كبيره وعلاقه وخيانه، احنا ديما في تواصل. دونك مرحبا بك راضي. عايش خويا عايش خويا احمد. دونك اليوم راضي باش نحكيو معناها في عده نقاط، خاصه معناها الكره في تونس وفتره راضي الجعايدي. شويه نحكيو مع الترجي الرياضي التونسي، في نفس الوقت على تاريخ راضي الجعايدي كمدرب والفكر نتاعو والفلسفه نتاعو. ونحكيو زاد على راضي في الامتياز نتاعو الحقيقه كاحسن مدرب عربي في الدوري البلجيكي. الكلمه اللي كنت راضي باش تجاوبنا على الحاجات هذه. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نعديو ساعه وقيت باهي مع بعضنا. ان شاء الله اللي يتبعوا فينا يستمتعوا بالحوار. وكيما العاده نعطيكم ان شاء الله ميزاجور على السيتواسيون تاعي توا، ونقدموا الإضافة بصفة عامة. هذا وهو يعني المبتغى في الحوار هذا، نقدموا الإضافة قد ما نجم إن شاء الله.
ان شاء الله. دونك نعاود نرجع، مبروك اول حاجه التتويج نتاع احسن مدرب عربي في الدوري البلجيكي بعد عمل كبير، خاصه اللي تقوم به يعني في الفريق نتاعك سيركل بروج. بالطبع يعني نشكرك احمد على على التحيه هذيا. الحقيقه يعني التكريم هذا ما كنتش نستنى فيه الحقيقه، معناتها جيت لسيركل بروج باش نحاول نقدم الاضافه بالخبره نتاعي وبال يعني الكاليتي نتاعي. وفي نفس الوقت الحقيقه معناتها نبحث على الاوبورتونيتي الباهيه، معناتها ان شاء الله بقدر ربي هذا هو المبتغى. ولكن مراني كان يعني صار التكريم هذايا، وهذا جاء يعني في وقت الحقيقه ما كنتش نتوقعه. ولكن نشكر يعني خاصه اللي نظموا التكريم هذايا والجوري سورتو معناتها اللي اختاروني. برشا تساؤلات العباد تسال راضي وحده وربح التروفي. هو الحقيقه مش وحدي، هو فيه العديد من المدربين العرب خاصه شمال افريقيا ومغاربه. ولكن هذايا يعني من ناحيه نجم نكون وحدي، ولكن هي بوزيتيف احمد. صحيح. كان احنا معناتها العرب فما واحد بركه في بلجيكا، يعني حاجه بوزيتيف، ولازم نطمحوا باش نزيدوا اكثر يعني عرب، خاصه توانسه تعرف عنا طاقات كبيره، عنا مدربين يعني بسميهم في القاره الافريقيه. وحسب رايي معناتها علاش لا نشوفوا خاصه الجينيراسيون الصغيره جايين توا اللي عندهم الفرصه باش يتكونوا في اوروبا، علاش لا يطلعوا في اوروبا وباسم تونس. وذا هو يعني انا اكثر حاجه فخور بها الحقيقه، هو يعني تمثيلي لتونس كمدرب يعني تونسي، لاعب سابق لعب في تونس، تولد في تونس ولعب في تونس وتكون في تونس وطلع لأوروبا، وقاعدين نحاولوا بأقصى جهد باش نمثلوا تونس يعني في أوروبا. وتعرف أوروبا ما سهلة. صحيح. يعني أنا توا ليا قرابة 20 سنة أو أكثر لاعب ومدرب، والكومبيتيسيون كبيرة ياسر. يعني هذا هو وهذا تتويج، المساج. وهذا تتويج صحيح نجم نقولوا للكره التونسيه. معناها راضي جايدي كما قلت انت تونسي، تخلق من تونس، تكون في تونس، وحاجه باهيه. لكن نرجع للتكوين، راضي لازم زاد كما قلت المدربين الشبان نتاعنا اللي في تونس لازم يحاولوا باش يخرجوا لبرا، باش يتكونوا لبرا، خاطر الحاجات هذه تعطي لو بلوس. بالطبع يعني هو دائما نطمحوا باش نمشيوا لاعلى مستويات، وحتى ونتعلموا من الاعلى مستويات يعني. وكما تعرف يعني اوروبا دائما المستوى عالي، تمثل يعني الهيرارشيه الكبيره في الكوره. وكمدرب اذا انت يعني تتكون في اوروبا وتتعلم يعني الابجديات في اوروبا، يعطيك دافع كبير باش انت كانسان وكشخص تتطور وتطور يعني اللي داير بيك. خاصه علاش لا ترجع لبلادك وتحاول يعني تطور بلادك، اللي قاعدين نشوفوا فيه توا في برشا بلدان مازلنا ما شفناش في تونس معناتها كما يلزم. ولكن نشوفوا بلدان في شمال افريقيا، في المغرب خاصه، صحيح. وفي جنوب الصحراء معناتها في افريقيا، كيما السنغال، كيما كامرون، كيما غانا. هذوما معناتها بلدان فتونه احمد في توسكي في توسكي ديفلوبمون دي زونترونور. وحتى لي زونسيان جوار هما توا قاعدين يطوروا في رواحهم في اوروبا، ويرجعوا يلقاو بلاصتهم في بلادهم، ويعطيهم الفرصه والوقت وخاصه الدعم باش يوصلوا البلاد معناتها المستوى عالي.
باش نجيو للدعم والمدربين اللي يرجعوا لبلدانهم ويلقاو دعم معناها من الفرق الموجوده. نرجعوا شويه، انت معناها راضي في الفتره نتاع الترجي الرياضي التونسي معناها كنت موجود مع المجموعه، الفلسفه نتاعك والزوبجيكتيف اللي كانوا في الفتره هذيك كيفاش كانوا، وكيفاش كان التواصل معناها بينك وبين الملاعبيه؟ بيني وبين الملاعبية ما فيش يعني كان في تواصل كبير ياسر. كان فيه معناتها كما قلنا احنا كونيكسيون كبيرة ياسر ما بيني وبين الملاعبية وما بيني وبين الستاف. حتى ولو معناتها فيه بعض الاشخاص اللي معناتها كسوا في ستاف ولا ملاعبيه بوتيتر ما فهموش ولا يا معناتها ما عجبتهمش يعني طريقه، وذا عادي بالنسبه لي انا. المهم هو يعني في الانفيرونمون بروفيسيونيل تجي تخدم على روحك وتعطي الماكسيموم بوسيبل وتروح على روحك. يعني مش بالضروره يعني يعجبك خدمه المدرب ولا يعجبك خدمه يعني المومبر اللي تخدم معاه. وذي حاجه من الحاجات اللي الحقيقه معناتها تعلمناها في اوروبا. تجي تخدم بروفيسيونيل، ما فيش برشا عاطفه، اكيد. ما فيش برشا عاطفه، ما فيش برشا يعني تبشبيش نقولوا نحن، ولكن اكثر ما ولكن تجي تعطي بيرفورمانس ماكسيمال في الوقت هذاك اللي تخدم فيه انت، كما نقولوا نحن من 8 حتى للخمسة ونص ولا حتى للستة، وتروح مرتاح معنا ضميرك مرتاح. يعني هذا هو العقليه اللي حبيت ندخلها نوعا ما في البارك. والحقيقه نجحنا مع اكثر من 80% 90% معناتها من اللاعبيه وستاف. كما قلت لك يعني من الاول كانت صعيبه شويه لانه صحيح ما كانتش. سامحني راضي، خاطر الاستراتيجي اللي خدمت بها انت معناها كي دخلت بها للترجي الرياضي التونسي كان فما نظام نتاع وقت، نظام توقيتي معناها كبير برشا معناها مع اللاعبين. سامحني قص احمد، عاود لي السؤال. قلت لك وقت انت في الترجي الرياضي التونسي بالاستراتيجيه نتاعك اللي جيت بها كان فما نظام نتاع وقت للملاعبيه لمده اسبوع ولا حتى في النهار، معناتها نظام كما نقولوا ستريكت في الحاجات هذه على حسب الفكر نتاع اللاعب التونسي. بالطبع يعني كما قلت لك يعني هو في الفتره الاولانيه ممكن تعبنا شويه الحقيقه اللي ما كانتش سهله الستاف والملاعبين، ولكن الاستراتيجيه نتاعي زاد كانت نعطيهم علاش نخدموا هكا، مش يخدموا وبالسيف عليكم وكان عجبك وما عجبكش. نو نو نو، يعني فما نوع من التكوين، نوع من الاديوكاسيون فهمت في الخدمه. خدمت على توصيل المساج للستاف، والستاف هم بيدوا معاونوني مع الملاعبيه. كما قلت لك الفتره الاولى تعبنا شويه ولكن بعد تعودنا بالريتم. الناس الكل تعودت بالريتم، الناس الكل ولات معناتها عارفه علاش نخدموا هكاك. وشفنا يعني شفت النتيجه يعني خاصه في بدنيا وفي طريقه اللعب. ما جاتش راهو بالسهل، حتى ولو الحقيقه معناتها ما وصلناش للمبتغى نتاعنا. الاوبجيكتيف نتاعنا هو تسجيل الاهداف وربح الالقاب في الترجي التونسي، اللي هو هذاك هو الاوبجيكتيف فينال. ولكن ستيب باي ستيب يعني خطوه خطوه صلحنا يعني شويه في العقليه على الاقل في وسط المجموعه. وانت سامحني ونحكي راضي، مجموعه يعني ستاف اللي قراب لي والملاعبيه، ما نحكيش على يعني دوتخ بول معناتها، ما نحكيش على سامحني راضي انت زاد معناها من اول ما جيت للترجي الرياضي التونسي كان عندك معناها اوبجيكتيف وكانت خدمه مشروع رياضي نتاع عامين. اي ذا هو يعني اللي حكيناه واللي خرج يعني في الميديا بالطبيعه. بالرغم من اني متوقن للترجي التونسي يعني فريق نتاع القاب. تسمع فيا احمد؟ نسمع فيك، اي نسمع فيك راضي، نسمع فيك راضي.
راضي حتى يرجع معنا راضي ان شاء الله. دونك راضي تسمع فيا؟ راضي بون ان شاء الله راضي يعاود يرجع معنا. دونك مازالوا برشا اسئله معناها المتابعين نتاعنا، فما عده اسئله معناها مع راضي ان شاء الله. نورمالمون سي بون راضي سي بون سي بون. دونك تفضل راضي كمل تفضل. كما قلت لك يعني احمد، بالرغم اللي حاطين اوبجيكتيف نتاع عامين، في العامين هذوما متيقنين ان الترجي التونسي تلعب على القاب، ونعرفوا اللي فما فئه كبيره يعني من خاصه الجماهير من المقربين ما يصبروش على لاعبين ومدرب وستاف. ولكن انا المساج نتاعي كان واضح، يعني المجموعه والوضعيه في الوقت هذاك اللي لقيت فيها الترجي التونسي يعني فاجأت ببرشا حاجات. صحيح. ولكن جيت كولد جمعيه، جيت كلاعب يعني سابق نعرف البارك، جيت باش نعاون بالطبيعه، نوصل يعني ميساج للملاعبيه اللي الترجي التونسي راهي جمعيه يلزمها تكون دائما تلعب في مستوى عالي، تلعب في على الالقاب وتربح الالقاب. ولكن زاد تكوين يعني بنيه تحتيه، نحكي سورتو طريقه لعب وطريقه يعني نتاع التمارين ونتاع يعني تحضير متطور. وذي هو يعني اكثر حاجه ركزت عليها، وذي هي خدمتي انا الحقيقه. معناتها ما حبيتش نركز على حتى حاجه اخرى، وما كانش سهل يعني. هو ما كان السهل راضي سامحني، وخاصة في الفترة هذيك مع المجموعة اللي كانت معاك. يعني المجموعة نجم نقولوا باش تبدا تخدم بها مش بالساهل. ومع الترجي الرياضي التونسي يلعب فريق كبير يلعب على الالقاب، والجمهور تاع الترجي الرياضي التونسي ما ينجمش يصبر معناها خاطر كل موسم يحب على الالقاب. لكن في نفس الوقت الفريق في الفتره نتاعك قدم مستوى كروي ممتاز، مستوى كروي ممتاز. لكن في نفس الوقت ثم نتائج ما مشاتش مع المستوى نتاع الفريق. صحيح. وذايا يعني زاد كيف كنا واضحين فيه. ماك تعرف يعني الخدمه ساعه وحدها ما تكفيش للمدرب ولا حتى الطاقم اللي معاه. خدمنا برشا وتعبنا برشا، ولكن كان عنا بعض النقائص. والمهم معناتها المهم كانوا نقائص يعني في بعض المراكز في الفريق. والمركز معناتها اللي كان واضح عين الشمس هو راس حرب. او نحكي معاك اكثر يعني ديتاي. الثلاثه ملاعبيه القدامين معناتها جيتي با ساتيسفي، ما كنتش معناتها مقتنع 100% اللي معناتها ينجموا يهزوا لك تشامبيونز ليج. كيف يعني بعض نقائص في المراكز الاخرى. تو نعطيك اكزامبل، لي تروا ميلو تيران كان عندنا ثلاثه برك يعني، وجبنا صابر بوغرين خلطناه باش نجموا معناتها نعطيو يعني اكثر روتاسيون ورتحوا شوي. ولكن نقائص كبيره ياسر، ولا ما نجمناش يعني نوصلوا للمبتغى نتاعنا. ولكن هذا واضح، كان واضح احمد. هو كان واضح للناس الكل في الفتره هذه. سامحني خلينا نكمل لك بوان. معناتها انا راهو كي تقول عامين تقول مينيموم فما ثلاثه ويندو ترانسفيرز معناتها نتاع ريكروتمون. صحيح. في الثلاثه ذوكم تنجم انت ترقع البلايص اللي حاجتك بهم،
وتوصل يعني للمستوى اللي حاجتك بيه. وخاصه كما قلت لك انا ركزت على على ستيل دو جو، على بعض النقاط اللي اللاعب الافريقي بصفه عامه نقصته. نعطيك ان اسبي تكتيك ما زلت نشوف فيه توا في ليكيبات الكبار الكل اللي يلعبوا في الشامبيونز ليج، منهم ليسبيرونس المدافعين نتاعنا خاصه كد عندهم الكره اي يلعب لك على 20 متر بعيد على اللينيا الاولانيه ديفونسيف نتاع الادفيرسير. معناتها انت باش توصل الكره للميليتيرا يلزم الميليتيرا يهبط لك، دونك باش يهبط انت الميليتيرا لللينيا نتاع الاولانيه نتاع الادفيرسير، دونك الميليتيرا يبعد على الجول. صحيح. حاجه اللي خدمنا عليها نحن برشا، سورتو دالي بن رمضان، غيلال كوليبالي، خدمنا على انيماسيون تكتيك، خدمنا على دي موفمون معناتها كيما نقولوا نحن ذكيين باش نكسبلواتيو لي زيسباس ما بين لي ليني باش نجموا معناتها نوصلوا اكثر للادفيرسير. وهذاك اللي شفتوه يعني شفنا الترجي التونسي تخلط لل 18 متر فيسع صحيح. للادفيرسير، وذا راه قلت لك راه شوف مش ما يقنعش بالنسبه المكشخ ما يقنعش المكشخ تعود بالتشامبيونز ليج يحب يشوف التشامبيونز ليج في دي، ولكن هذا كله خدمه تحضير للتشامبيونز ليج. وهذه هي اكثر نقطه انا معناتها الحقيقه اللي قلقتني شويه، هو معناتها ما وصلتش كملت الخدمه نتاعي في الترجي التونسي، ومن بعد بتقدر تنجم تحاسبني على خاطر انا كي جيت ما جيتش نلعب، جيت معناتها المسؤوليه نعرفها كبيره ياسر، ونعرف اللي ما يزنيش نضيع برشا وقت، ونعرف اللي برشا جماهير ما تستناش، ولكن نعرف اللي فما برشا خدمه، وهو عامين ديجا تسمى مينيموم نتاع خدمه باش تنجم صحيح، توصل هو عامين تبني مينيموم معناها افيك ان بروجي تبني سبورتيف سي قاعده نورمال. ولا تبني قاعده كبيره، وتبني معناتها فريق اللي تنجم تهز به لكن الالقاب. سامحني راضي، لكن في نفس الوقت معناها كي نقولوا ان بروجي سبورتيف على عامين مش معناها الترجي الرياضي التونسي ما يلعبش على الالقاب. معناها هذه باش نبداو فيها واضحين، الترجي باش بالطبع يلعب على بالطبع. فوالا، معناها هذا للتوضيح. نحن في الانترن راهو اسم الملاعبيه راهو نقول لهم معناتها بالطبع. نحن حتى للانكار والغلطه معناتها نتاع الانكار نتاع غلطه تكنيك خرجنا بها. فوالا، هو باش نرجع لك انا على مقابله وفاق حتى ستيف. اي باش نرجع لك. اكزاكتومون معناتها حتى للانكار تحس اللي ترجي معناتها من المرشحين للنهائي، معناتها غلطه نتاع ملاعبي تكنيك ما نجمش نحاسب ملاعبي على غلطه تكنيك انا فهمت، خرجتنا من الواحد. ولكن المقابله اللي قبلها هي في اللي هي اللي ضيعناها، خلقنا فيها برشا اوكازيونات، الجول فارغ وما دخلتش الكوره. هو المباراة وذي للي هي اللي ضيعت كل شيء، مباراة للي دي فما برشا فرص برشا كورة، والترجي الرياضي التونسي معناها نجم نقول ما سجلش وخسر المباراة نتاعو غادي في ستيف. اي ما تكنيكمون تنجم تقول خسرنا المباراه نتاعنا، ولكن مباراه تونس كنا نجم زاد نسجلوا فيها الاهداف خاصه في الشوط الثاني، خلقنا برشا. وهذه هي المشكله معناتها نتاعي كانت في الفريق اللي يلزمنا نخلقوا 20 اوكازيون باش نماركيو وحده، وسيتي با سوفيزون الحقيقه. معناتها تعرف اللي انت المدرب بصفه عامه الخدمه نتاعو يوصل الملاعب قدام الجول باش هو يسجل، وذاك صحيح. شفناه يعني في الفريق في المباريات الكل، كبار صغار، شامبيونا، لكن تشامبيونز زاد ليج. لكن زاد ولكن زاد راضي حتى سامحني، لكن زاد راضي سامحني، مش زاد المدرب مش يهبط هو اللي ترى باش يماركي الكورة، زاد كيف اما كاليتي نتاع الملاعبي. بالطبع معناتها هذا هو معناتها واضح بالنسبه لي انا كما قلت لك، انا معناتها مسؤوليتي كمدرب والمدربين كلهم يقول لك انا نوصل اللاعبي في اللي زون نتاع السيمتر وما بين البيلانتي والسيمتر والملاعبي بيان سور لازم تسجلوا مع حتى مع هذا. احمد راهو خدمنا برشا سبيسيفيك مع لي زاتاكون، خدمنا خدمه زاده كبيره، كنا نجيبوهم معناتها حتى في الصباح باش يخدموا على السبي هذا. ولكن مأخر شويه انت اللاعب راهو نحكيو على سبيسيفيك، اللاعب يتعدى له في الاكاديمي، يتعدى له معناتها في العمر الصغير، مأخر شويه. ولكن خدمنا مع جوارات
صغار نتاع الريزيرف، خدمنا مع جوارات السينيور، حولنا من بلايص الكل. ولكن نعرف اللي انا مشكلتي كانت في استقطاب اللاعبين، في الريكروتمون، واللاعبيه اللي باش ينجموا يربحوك في المقابلات اللي لازم تربحهم باش تنجم انت تخلق توازن ما بين تربح المقابلات وتكون. هذا في هو نفس المبتغى، تربح بالطبع في نفس المقابلات الوقت. وتكون. وهذه اي حاجه من الحاجات اللي تابعه الفيلوزوفي نتاعي انا، بويسكو خدمت حتى في الاكاديمي نتاع ساوثامبتون. يعني تربح باش تكون، وتكون باش تربح. هذايا معناتها ان اكيليبر. تخدموا على دي ميكرو سيكل يتسموا صغار على اون سيمين، وتنجم معناتها تطوروا على مده طويله، على 3 اشهر 6 اشهر، على عام عامين 3. انت والوضعيه نتاع الفريق، انت والمتطلبات نتاع الفريق زاد. انت كما قلت معناها حكيت على الريكريتمون في الوقت هذاك، ما كانش عندك دور، ما كانش عندك خيار معناها في لاعب ولا اثنين، معناها كانت مهمه برشا وجهه نظر المدرب في الريكريتمون بالطبيعه. بالطبيعه انا معناتها في نفس الوقت كانوا عندنا دي برانسيب دو جو. لي برانسيب دو جو هذوما اللي شفتوهم بلوز او موا، خاصة العباد اللي تعرف كورة شافوا لي برانسيب دو جو اللي هما نجموا نقسموهم على متطلبات كل لاعب في لي برانسيب هذوما. الاتاكون سهل ياسر، الاتاكون ما تنجمش تطلب منه برشا هو يسجل اهداف. ولكن معناتها بارابور لي برانسيب دو جو نتاعي طلبت الملاعبيه اللي يلزموا. ما كانش معناتها فما الملاعبيه خاصه في الشتاء. تعرف اللي انت برشا ميركاتو الشتاء. الميركاتو الشتاء صعب شويه، مزروب. الملاعبيه المتاحين ما همش الملاعبيه اللي يلعبوا ويسجلوا الاهداف. الملاعبيه الكلهم المتاحين اللي تلقاهم ما يلعبوش، وما همش معناتها في وضعيه باهيه في جمعياتهم، وما همش الملاعبيه اللي قاعدين يسجلوا في الاهداف. الملاعبيه اللي يسجلوا اهداف ممكن تطلب اكثر ميزانيه. ما نعرفش الحقيقه شنو هو المشكل. ولكن حاولت نعاون من كانوا عندنا وليدات نتاع ريكروتمون موجودين معناتها متطوعين يخدموا للكلوب معناتها باش يعاونوا. ولكن ما كانش فما معناتها ريزلتا كبير ياسر، لانه مش مسؤوليتهم في الفينال، مش هما اللي صحيح، ياخذوا القرارات. ديسيزيون مسلم هما. وبالطبع القرارات، لانه يعني كما قلت لك يعني فينانسييرمون مش هما. وذوما حاجات اللي انا بار اكزومبل يلزم تعطيهم قيمه في كمدرب في المستقبل. هذوما حاجات من الحاجات اللي تعلمتهم في الترجي التونسي، وان شاء الله معناتها نهزهم للمغامرات الجايين. جست حبيت نفسر لك احمد، راني فهم شعبات بتسمع فينا باش يقول لك مازال يحكي على الاسبيرونس هذا توا عامين قريب، راهي وانت تسال فيا اول حاجه على الترجي. لا انا نسال فيك باش حبيت هو توضيح، خاطر شوف راضي هو توضيح. صفحه وتويتها صفحه وتويتها بيان سور فما حاجات تعلمت منهم برشا، ويصلحوا لي برشا ان شاء الله للافنير نتاعي. ما زلت عندي طموحات كبيره معناتها، بالعكس معناتها التجربه نتاع الدرجه التونسي حتى النيجاتيف منها تعلمت منه، وان شاء الله معناتها بقدر ربي نجم نطبقه في تجارب اخرى. ترجي تقعد يعني جمعيتي داري، العباد اللي تخدم فيها كلهم اخواتي، ما عندي حتى مشكل معاهم. ويعني برشا يطلبوا فيا، برشا يبعثوا لي مسجات كل ما يسمعوا علي حاجه بوزيتيف. والحمد لله معناتها اللي قاعدين نشوفوا في البرا راهو مغاير اللي موجود داخل. انا باش نقص على كلامك بالخير غادي، زاد فما نقطه مهمه سامحني معناها باش ندخل فيها، وهذه حاجه انت نعرف اللي ما تحبش تحكي فيها، لكن باش نصارحك. صارت عده تصريحات والا ضغط يعني خارج نطاق الكره في شخص راضي الجعايدي. انا تعاشرتك ملي كنا نلعبوا في ليكيب ناسيونال، ونعرف حتى كي مشينا للافريق
انا قدامك وقدام المتابعين الكل راضي من الناس اللي هو متواضع برشا وانسان معناها يحترم كل الاصدقاء وكل الاحباب. هذا للتوضيح خاطر نعرف في الفتره هذيك صار فما ضغط كبير خارج نطاق الكوره، وهذا اللي نجم نقول سرع باش خلى راضي الجايدي يخرج من الترجي الرياضي التونسي. على غرار النقطة هذه، فما حاجة أحمد الحقيقة نحب نوضحها، خاصة اللي جاني يتبعوا فينا تو واللي يحبوا يكونوا نهار آخر في معناتها في مسؤوليات كيما مدرب او معناتها ليدر خاصه. راهو كان فما حاجه. انا صحيح بعدت على تونس برشا، يعني نحكيو على قريب 20 سنه تو. وكي مشيت لاوروبا خاصه انجلترا، صارت معناتها تعلمت الكثير من انجلترا، خاصه نحكيو على الاحترافيه والاحتراف، لانه هذاك كان سؤالاتي كما اي ملاعب موجود في تونس يسالش معناتها الاحتراف وشنو هو الاحتراف. كي مشيت غاديكا اكتشفت يعني الكثير. والنقطه الكبيره هي يعني انا لما تقاعدت كلاعب ودخلت نخدم يعني في الاكاديميه نتاع ساوثهامبتون كمدرب، وغاديكا وليت نعرف شو معناتها الاحترافيه. الاحترافيه كملاعبي راهو ما تسميش احترافيه مدلل، تقعد الملاعب مدلل كل شيء يجيك ليديك نقولوا نحن، فهمتني. ولكن الاحترافيه الصحيحه تعلمتها كي بديت نخدم كمساعد لمارتن هونتا في تحت 21 سنه، وبديت يعني نحضر في الدبلوم تاعي، وخاصه يعني تطوير روحي كمدرب. لهنا عرفت الاحترافيه راهي ما فيهاش خلط، ما فما حتى خلط ما بين علاقتي بيك احمد كي نتقابلوا مع 8 ونص في الخدمه ولا 8 في الخدمه حتى للخمسة ونص، ما فما حتى ايموسيون، ما فما حتى علاقه معناتها بعيده على علاقتي بك كاحتراف كمحترفين في الخدمه. يعني مش لازم نبشبش بيك، ومش لازم معناتها ندلك باش انت تخدم خدمتك اللي انت تخلص فيها. سي سور انت تجي باش تخلص. يعني حاجه من الحاجات اللي نقصتنا شويه نحن توا، خاصه ذا ميساج للجن نتاعنا، يعني ما فما حتى ايموسيون. نحكيو على تجي باش تبرفورمي، وتوا في نحكيو على الهاي بيرفورمانس معناتها البرفورمانس ماكسيمال باش انت تنجم تنتج تبرودوي. معناتها تجي من 8 ل 5 ونص باش تنجم تعمل ستيب، معناتها تعمل ان با فيغ لافون باش تنجم تنجح في الاوبجيكتيف نتاعك. وهذه كانت معاملاتي يعني للستاف والملاعبيه. فما شكون شافوها، فما شكون معناتها استغلوها هذه، فما شكون بستاف من الاول خاصه من الليمات الاولانيين يعني تقلقوا، يقول لك اخي راضي شبيها كي تبدل معايا وشبيها عنده مشكله معايا كرهني. لا ما نكرهوش، بالعكس. اما انا ما كمسؤول في فرقش الوقت بين الخدمه بروفيسيونيل والاحتراف والعلاقه. ما فرقوش. نقول لهم راني شوف بعد ما نكمل الخمسة ونص نمشي نعملوا قهوه، نعملوا كاستي، نقعدوا، ما عندي حتى مشكل نحكي معاك وما عندي حتى مشكل وصحاب. اما راهو في الخدمه في المومو هذاك انا بيدي مسؤول. البريزيدون كي يجيني يقول لي شو عملتوا الجمعه هذيا وش بها ليكيب ما قدمتش، شو نقول له عملنا ضحكه وقاعده فهمت ولا وشيشه ولا شنو فهمت كذا. نو ما يجيش يعني. وموا في الوقت هذاك وهي اول كلمه قالها لي انا البريزيدون، قال لي انا راني نحب الستاف نتاعي يخدم. قلت له حاضر، معناتها راه باش يجيوك دي كومونتير راني انا باش نخدمهم من 8 ل 5 ونص، وبعد 5 ونص يحبوا يقعدوا ولا يحبوا يروحوا لدارهم حاجه تخصهم. وبالحق فما حتى ستاف ولا يقعدوا معايا حتى بعد 5 ونص. علاش؟ على خاطر فهموا شنو شافوا شوف البروغريسيون، شافوا البوزيتيف، فهمت. بداوا يحسوا وهذيك معناتها الخدمه الصحيحه، وهذيك فوالا. الخدمه الصحيحه. والحقيقه فما معناتها فما ستاف وفما حتى جوارات ما عجبتهمش وما تعجبهمش، ومانيش نضربهم على ايديهم انا. علاش؟ على خاطر كل واحد وقناعاته، وخاصه كل واحد والباك جراوند نتاعو، معناتها كل واحد كيفاش تربى. سورتو هنا نحكيو على الاكابر سينيور، صعيب ياسر باش تبدل راهو برشا حاجات. اما انا حبيت نبدل حاجات واضحين
واللي نجحنا فيهم مع برشا عباد، ولكن فما عباد استغلوها باش يوصلوا اللي رادج عادي كما سمعتوا معناتها. بون ويعطيك الصحة أحمد، يعني أنت هذا توضيح من حبينا اللاعبين. ندخل توس هذايا، توضيح خاطر في توضيح الاخر، توضيح. توفى الكوره وتوفى كل شيء وتوفى الخدمه هذه، تقعد كان العلاقات الطيبه معناها بين الناس، وتقعد كان الكلمه الباهيه. نرجعوا للحاجات نتاعنا راضي، خاصه معناها باش نغلق الملف نتاع موضوع الترجي الرياضي التونسي ونحكيو في الحاجات اللي من بعد. لكن النقطة الوحيدة اللي نسألك فيها وبكل صراحة، برشا وخيان قاعدين يسألوا فينا وقاعدين معناها بكيفية كبيرة، راضي الجعايدي إذا فما إمكانية معناها يفكر في الرجوع للترجي الرياضي التونسي أو البطولة التونسية. بكل صراحة هن والله يعطيك أنا شوف، في وقت من الأوقات معناها. بالطبيعة شوف راني أنت أحمد تعرفني وبرشا عباد يحكيوا معايا راني تونسي معناتها، ما عندكم حتى فكرة راني معناتها قداش نحب تونس ونحب بلادي، معناتها تكون دائما في مستوى عالي وسباقة، يعني خاصة نحكي على سبور، نحكي على الفوتبول. مانيش لاني بوليتيسيان، لاني باش تسمعوني نهار زاد باش نخرج نحكي راني على حاجات غير الكورة. راني انا معناتها ماذا بيا نشوف نهار تونس من سباقة في اي تطور يعني في القارة الافريقية. وراهو راك شفتوا معناتها البلدان الكلهم خاصة في افريقيا فاتونا برشا، ونحن مازلنا معناتها نحكيو عنا برشا عباد تعرف الحقيقة، ولكن ناقص الفعل. والفعل راهو مش سهل. الفعل يلزمك تخرج من الكومفورت زون نتاعك وتبدل حتى بعد تاع البرسبسيون نتاعك دو فوغ لي شوز. وخاصة فما عباد معناتها الحقيقة معناتها اللي هي قاعد تشوف فيها تخرج توا وتحكي كلها بوليتيك، والكره ما عمرها ما كانت بوليتيك. لعب الكره كانت الكل ديما خدمه، الكره خدمه واستراتيجيه، وتصلح وتركتي تعمل ريكتيفيكاسيون كفما غلط وتموجي، ونحكيو على لون تيرم. يعني راضي بوركوا با تشوفوا نهار اخر في تونس. علاش لا معناتها ديما مستعد باش نعاون تونس كسوا على طريق الفرق او المنتخبات. وذاك بليزير معناتها. بالعكس معناتها انا كي مشيت للترجي راني مشيت اول حاجه كتونسي، وحبيت معناتها بالحق معناتها عن طريق الترجي نوصل بعض الرسائل ولا المساجات البروفيسيونيل صحاح. ولا غالب معناتها وحدي ما نجمش وحدك. واضح. اخر سؤال راضي وتجاوبني عليه بكل صراحه. اخر سؤال في واش قاعد الموضوع ترد لي هذا. اخر سؤال انت توا احمد؟ ما هو المتابعين راضي ما شاء الله، فما الحقيقه فما حاجه نقطه استفهام ديما قعدت للراي العام، هي المشكل الشكوى ما بين راضي الجعايدي والترجي الرياضي التونسي. حبيت والله توضيح. شوف توضيح زاد. انا راني شوف ما عمري ما تصورت روحي معناتها ان نشكي بالترجي، ولكن ما شكيتش بالترجي. معناتها تحب تفهمها باللي تفهمها. ما شكيت بالترجي. الترجي يحكم فيها اطراف. الترجي راهو حاطينها كيما نقولوا نحن عتبه قدام اي ملاعب. مش كان انا راهو فما سيستم واضح يطيحوا لك قدرك، يمرمدوك، يعملوا فيك. فهمت كيفاش؟ وجرب حل فمك. الاحمر والاصفر ومش ولدنا وبيك وعليك وباجات فيسبوك وكذا وكذا، هذا كله راهو سيستم عاملينه. انا مشكلتي مش مع الترجي، مشكلتي العباد اللي معناتها اللي شادين الاداره، ولا شادين معناتها اللي يخلصوا في العباد. هذه هي معناتها انا هي قانونيه بحته. مالوريزمون معناتها انا عندي محامي اللي هو معناتها يمثلني في الحكايه هذه. المحامي ما عندوش ما يفهم حتى شيء كان قانون.
دونك شديته قريب اكثر من 8 اشهر. احمد نحكيو على 8 اشهر، مش نحكيو على شهر شهرين. كي يحقروك وما عادش حتى حد يحب يكلمك وما عادش حتى حد يحب يدور بيك. وسورتو اكثر من هذاك اللي انا متى الكلام اللي سمعته عليا وكيفاش مردوني معناتها في البلاتوات الكل معناتها تحكي على رادي بالطريقه هذيك. دونك انت خاسر من اللي كنت الكل. وتعرف اللي انت مش ترجي تونس، مش الترجي معناتها فعلا، ماهيش الترجي اللي انا لعبت لها واللي انا نعرفها واللي انا معناتها حطيت دمي فيها كلاعب وكمدرب. لا مش الترجي. يعني نحكيو على لهنا امور قانونيه اداريه بحته. راهو شوف المكشخين اللي يحبوا الترجي بالقليب، سامحوني راني مانيش، راني مكشخ في الدم، راني انا زاد بيدي ولا غالب معناتها. هذه حاجه مالوريزمون نحن ما نخلطوا ما بين القانون وما بين معناتها الحب للفريق، ولا نخلطوا ما بين العاطفه. تو كنت نحكي فيها انا توا. راهو البروفيسيوناليزم حاجه والعاطفه حاجه. وانا عندي فاميليا وعندي اولاد الحقيقه. كي خرجت من الترجي خرجت معناتها ما عنديش عمل، واول حاجه معناتها انا طلبتها قلت اعطوني جيست حقي، ما طلبت حتى شيء اخر. واضح راضي، هذا هو التوضيح اللي حبينا نوجهوه للمتابعين. ان شاء الله الميساج وصل. انا راني معناتها قبلوني برشا عباد احمد معناتها في الطريق، وكلهم فاهمين الحكايه هذه، كلهم فاهمين. واضح راضي. به نجيو للكره في تونس. هذا موضوع الترجي وسكرناه. نجيو توا خاصه في الكره في تونس والمستوى الضعيف للفرق نتاعنا والبطوله نتاعنا. معناها كيفاش تشوف المستوى هذايا وشنو اسباب التراجع؟ معناها كي نعملوا كومباريزون بار اكزومبل بالدوري البلجيكي الموجود معناها اللي انت موجود فيه، او الدول الافريقيه كما قلت انت، شمال افريقيا، المغرب، نرجعوا للسنغال، نشوفوا معناها توا الافريق دو سود، نشوفوا تنزانيا، نشوفوا معناتها البلدان هذه. ما نعرفش احمد، هو راه موضوع كبير ياسر. علاش؟ لانه مش كيما انت معناتها باش تسال على شنو هو مشكله الكره التونسيه وعلاش معناتها تراجعت. راهو موضوع يحل برشا بيبان ويتطرق على برشا نقاط كبار. ولكن انا نرجع معناتها لنقطه كبيره ياسر. هو ونحكي يعني حسب رايي انا، فهمت؟ وما عندي حتى مشكله مع حد راهو، خاطر انا اللي باش نحكيه توا يعني بدات العباد تقول لك يحكي راهو الليدرشيب يتسمى الليدر نتاعنا هما المسؤولين. لأن الليدر هو اللي يحضر البنيه، فهمت، التحتيه بما فيها يعني ستركتور انفراستركتور ولا ستركتور ادمنستراتيف ولا اورغانيزاسيونيل، وبما فيهم التكوين وبما فيهم يعني الاستراتيجيات اللي باش يوصلوا لك معناتها اللاعبين يوصلوا للمستوى عالي. هما الليدر، وتحتهم المانجمنت اللي مانجر اللي هما باش يقفوا على الاستراتيجيه هذيك نتاع كل يوم. وتحت ذوك المانجرز يجيو معناتها البقيه. اما نحكيو لهنا على الليدر نتاعنا، هما اللي لازم ياخذوا القرارات باش نجموا نطوروا الكره نتاعنا. معناتها الناس الكل واضح، الناس الكل تعرف اللي النيفو نتاع الكره نتاعنا طاح. حتى معناتها انا كي نجي توا نرجع شويه نحلل لي زاني 90، الكره نتاعنا كانت فيها اكثر باشن، فيها اكثر يعني انرجي وبرشا كوره وبرشا معناتها ملاعبيه، فهمت، في الجمعيات الكل. اموال نحكيو على 5 جمعيات. اي نحكيو على شامبيونات فيها 5 6 جمعيات معناتها معروفين. هذوكم ديما معناتها فما كلاسيكو دربيات، وديما تلقى 3 جمعيات طلعوا ويعملوا لك فهمت لا شويه معناتها ياثروا لك على البطوله ايجابيا. وخاصه هما اللي يجيبوا في الملاعبيه، يطعموا في الملاعبيه للجمعيات الكبار، فهمتني؟ يعني من السود من نور است ويست نحكيو على جمعيات اذ محل تو ما عادش موجود.
دونك لهنا بالنسبه لي انا اول حاجه هي القرارات نتاع الليدرز، كو سوا نبداو نحن تو باكزومبل السيستم نتاعنا في الهيرارشي نتاع السيستم نتاعنا. عندك المينيستير دي سبور، ومن بعد المينيستير تلقى الفيدراسيون نتاع الفوتبول، ومن بعد الفيدراسيون نتاع الفوتبول الجمعيات. وانا حتى ساعه نبدا قاعد وحدي احمد، هذه معناتها اللي كنتي واللي يسمعوا فينا، نبدا قاعد وحدي نبدا نكتب ونقول شنو المشروع اللي نجم يصير معناتها في الكره التونسيه. اول حاجه تجيني المخي هي معناتها لا بريفاتيزاسيون دي كلوب. ولكن البريفاتيزاسيون دي كلوب منين باش تجيك احمد؟ مش الجمعيات اللي باش تاخذ قرار، ولا مش الفيدراسيون باش تاخذ القرار. انا نشوف مثلا المينيستر هي اللي تاخذ القرار، باش تاخذ القرار لازمها تحضر استراتيجيه. الاستراتيجيه هذه على شنو واقفه معناتها اول حاجه على الفلوس. وهذا حكيت فيه برشا مرات انت باش حكيت فيه برشا مرات تستخدم الملف الفلوس. هذا. فوالا الفلوس باش تجيبها منين؟ باش تجيبها نحن كدوله ديجا معناتها عندنا بعض المشاكل في الايكونومي نتاعنا. دونك كيما عملوا برشا بلدان، وهنا نحكيو على حتى بلدان كبار، يعني حلوا شويه البيبان ولكن استنفعوا وقعدوا هما يكونترولي كارني تشارج. يجي خويا انت بيزنس مان انترناسيونال معروف، ما نعرفش انا، ما يهمنيش في الهويه نتاعك، ولكن معناتها توري لي انت عندك الفلوس نتاعك داخلين يعني مصدر يعني موثوق فيه. تجي تشد ايكيب تقطع فيها كارني تشارج، شد هاو ايكيب، اعطيها سبونسور، اعطيها فهمت ولا بنيه تحتيه واستراتيجيه، وهاو بني تيران نتاع 30,000 ولا 20,000 25,000 متحفن هكايا، وفيه المقاييس معناتها المتطلبه، وعمل لي زوز ثلاثه ترنات دايرين به تعمل باش تجرينا فيه لي زاكاديمي ولي جان جوور. تحب تبني فيلات، تحب تبني بورتمانات، هذه حاجه تخصك انت. هذا راضي المهم هو سامحني ما تخرجش الاستثمار من الرياضي. نطاق يعني الكارنت تشارج نتاع فوالا الدوله وانت ماشي بالطبيعه. نحكيو على مشروع على طول المدى، ولكن فيه منفعه كبيره ياسر. انت معناتها بعد 10 سنين 15 سنه باش تلقى عندك معناتها تيرانات تنجم منها راخر انت كفيدراسيون ولا كدوله تنجم حتى تنظم كاس عالم. واضح. راضي نجيو توا فيما يخص راضي الجعيدي في الفتره الاخيره اللي لقينا عده عروض الراضي الجعيدي من الخليج او من بلدان في شمال افريقيا، والا حتى من افريقيا. اخر عرض معناها كان وصل لك عرض نادي سيمبا التنزاني. شنو هي الاسباب معناها اللي خلات الصفقه هذه ما تتمش وتمشي معناها تمضي مع سيمبا التنزاني؟ كما قلت لك من بكري انا احمد، يعني الطموح نتاعي يعني نعاود تجربه اللي تعطيني الوقت باش نوري روحي كمدرب وننجح كمدرب خاصة. يعني الحقيقة معناتها هذه حاجة يعني أنا نطمح لها وطموح كبير ياسر. الحقيقة معناتها اسمي موجود في الساحة الرياضية وهذه حاجة باهية. فريق سيمبا من الفرق اللي اسمهم موجود في كل عام توا في الشامبيونز ليج، وفريق يعني حبيت نمشي ندرب الحقيقه. لما يعني صارت المحادثات مع المسؤولين الفريق، وبديت رغبتي باش نمشي للفريق هذا. ولكن يعني الامور اللي خارجه عن نطاقي خاصه الاداريه ما بين سيمبا وما بين سيركل بروج ويعني رجال الاعمال نتاعي معناتها ما مشاتش كما يلزم. خلات اللي الامور تتبعثر، الاوراق تتبعثر وما توصلش معناتها للمبتغى نتاعو. ولكن كانت فما اراده بالنسبه لي انا باش نمشي للفريق هذا. علاش؟ لانه فريق يلعب الشامبيونز ليج، فريق يعني كما قلت لك يعني موجود في العوام الاخرانيين تنزانيا بصفه عامه، والفرق التنزانيه كما اليونغ افريكانز معناتها
فما تطور وسيمبا. كبير في الفرق، فما تطور كبير. فما حضور، مش ما نقولش تطور، فما حضور يعني مستمر، وذا يوري اللي يعني الفرصه موجوده لتنزانيا بصفه عامه باش تكون يعني فرق اللي ممكن علاش لا يهزوا يعني البطولات هذه. ولكن باش نرجع يعني للسؤال نتاعك، امور خارجه على نطاقي اداريه، والله غالب بالنسبه لي انا حبيت نمشي، ولكن ما صارش كما يلزم. اكيد وصلت عروض اخرى، لكن راضي باش نحكيو على الملف المدربين، وهذا نقطه مهمه برشا جبت عليها انت من الاول، خاصه الفورماسيون اللي تكون معناها في اللو نيفو في اوروبا. كيفاش تشوف راضي الجعايدي معناها كي خدمت مع الترجي التونسي، والا حتى المدربين الموجودين حاليا في تونس، اسكو تشوف فما تطور في العمل نتاعهم، او فما نقص كبير؟ واحنا نشوفوا توا كل مره يقول لك راهو المدربين التوانسه ياخذوا في الشهاده نتاعهم الكاف والكاف باء وكل شيء، وتقف غادي الحكايه. احمد الحقيقه ما نعرفش، ما نجمش انا راني باش نعطيك راي على المدربين التوانسه. شبيك راه تحكي على راهو شبيك؟ انا نهار اللي لعبت ضد فوزي بنزرتي في المستير، اول كلمه قلتها له سي غراس توا راني انا موجود لهنا فوزي بنزرتي. وفما ما نعرفش، فما لي جون توا ما يعرفوش حكايتي انا بيتيتر مع فوزي بنزرتي. فوزي بنزرتي هو اللي جابني للاسبيرونس معناتها، مع بالطبع يعني نحكيو على سليف شيبوب، تحيه ليه، ونحكيو على برشا يعني مدربين كيما علي راشد اللي كان يمرر فيا في ليكيب ناسيونال جونيور، وكان يجيب فيا من جابس نمشي نعملوا استاجات في برج صدريه، وبرشا حكايات كبار معناتها. اما فوزي بنزرتي انا معناتها نروح ندخل نبكي للفيستير من لونترينمون تاع فوزي بنزرتي، تعرف قداش معناتها برشا انتونسيتي وبرشا خدمه مع فوزي بنزرتي. و, و... و... باش نجي نحكي انا على نحكي خدمته. انت نحكي على لي جون، على لي جون الموجودين لي جون انترونور اللي موجودين توا، لي ولا جون جوار. نجم نعطي شويه نصايح، اما ما نعرفش الحقيقه. ما شفتش معناتها لي زونترونور يخدموا باش نجم نقول لك هذه خدمه وهذه خدمه. وكل شوف راهو كل مدرب عنده الفيزيون نتاعو، عنده الفاسون نتاعو كيفاش يخدم، عنده حاجات معناتها خاصين به، عنده الفيلوزوفي نتاعو، عنده السيستم نتاعو المحبذ، عنده معناتها طريقته في التعامل. خاطر انت تو لهنا نونتمر تنجم تقسموا على اثنين، على زوز حاجين في التيران اون دور دو تيران. تحكي على المدرب التكنيسيان، وتحكي على المدرب الليدر ولا المانجر، وذا يعني يتقسم على اثنين. وكل حاجه عندها يعني عندها الخاصيه نتاعها. فما شكون يتكلم ياسر، فما شكون ما يتكلمش، فما شكون يديليغي يعطي للستاف، فما شكون ما يعطيش، فما شكون فيرتيكال يقول لك انا هو اللي نحكم لهنا، وانا هو اللي ناخذ القرارات نتاعي، حد ما تدخل في القرارات نتاعي. وفما شكون يسمع، يحط المشكله فوق الطاوله ويخلي العباد تحكي وبعد ياخذ القرار. وكل واحد يعني كل مدرب ش عنده. انا نصيحتي الوحيده خاصه لي جون اللي طالعين توا اللي يطمحوا باش يكونوا مدربين نهار اخر، يعني قد ما تكسبوزي روحك، قد ما معناتها تخدم مع في وسط التران مع الملاعبيه. ما يهمنيش في العمر، فهمتني؟ قد ما تخدم مع الملاعبيه قد ما باهي. وخاصه مع الخدمه يلزمك تكون روحك، يعني يلزمك دائما تطمح شنو هو موجود في المستوى العالي. اطمح معناتها مثالش حتى ولو الحقيقه اللي مويان مش موجودين برشا. هذا مش نسألك عليه راضي. امشي معناتها امشي اتعب مثالش وساكريفيسي شويه على هذاك، خاطر نهار اخر باش يرجع لك بالمصلحه. وقلت ربي تشوف معناتها سي ماجيك معناتها الحقيقه. في اوروبا الجمعيات معناتها مخصصين ميزانيه لتكوين يعني المدربين نتاعهم، ويخلصوا لهم دي فواياج باش
وهذا الفرق بيناتنا، معناها الانديه تخصص ميزانيه معينه لتكوين المدربين بتاعهم ويخرجوهم معناها اقوى المدارس. هذا الفرق اللي ما بيننا وبينهم. وزاد حاجه اخرى. تنجم راهو، شوف انت كانديفيديو تنجم معناتها معرفش انا، تنجم تلقى طريقه راهو باش تطلب، يعني انت المسؤول باش تقول له راني انا مثلا عندي جمعه في الشهر الفلاني، راني نحب نمشي، دخلت ان كونتاكت مع ستاف في باريس سان جيرمان ولا مع ليل ولا مع بلجيكا سيرك بروج، نحب نمشي نعمل 3-4 ايام نتفرج ونتعلم شويه، وعباره على معناتها فيزيت نتاع ايدوكاسيون. علاش لا؟ معناتها خلصوا لك ليكيب شويه تيكي نتاع طياره ولا كوموداسيون وانت تخلص الباقي. المهم يلزم فما كما نقولوا نحن نخدموا مخاخنا شويه باش نجموا ونمشيو نتعلموا لين ان شاء الله تتصلح الامور في تونس، لخاطر هو راه جينيرالمون معناتها فما حاجتين ناقصين كبار. هو احمد الاسوسياسيون نتاع لي كوتش صحيح. ما عندناش. هذه حاجه مهمه برشا. شنو مهم معناتها؟ مهمه هي برشا. معناتها هي اللي تأطر المدربين، هي اللي تحميهم زاده، خاطر نهار اللي موجوده في الانجلتير، موجوده في بلجيكا، موجوده في فرنسا، موجوده في وهذه البلاصه، موجوده في البلاصه معناها الكل تدافع على موجوده. حقوق لا لا، المدربين. حتى وسامحني انا المره اللي فاتت لما تم استدعائي في القرعه نتاع الكاس افريقيا، معناتها خلطت برشا عباد في غانا. غانا عندهم اسوسياسيون معناتها نتاع لي كوتش. وذا معناتها نحكيو على معناتها بلدان افريقيه قاعده تتطور، راهو نقولوا نحن بالسرقه علينا، ما راهو اللي صلى الله يعملوا هكا، انت لا تسمع بحاجه هكا تقولها منين هذوما وشنو بالزهر، ولا مش زهر. العباد قاعده تخدم والعباد قاعده تطور في روحها وقاعده، ولي زونسيان جوور نتاعهم. وذا انا بالنسبه لي تساؤل كبير ياسر. نحن ما عندناش لي تراديسيون الحقيقه، كل واحد لاهي في روحه، ولكن يلزم نخصصوا شويه وقت باش نجموا باش نقابلوا باش نعملوا حاجه اللي ترجع للمصلحه للجينيراسيون اللي طالعين، معناتها كدي كوتش فيه برشا مرات راضي وانت تعرف، وتواصلت مع عدة خيان. لازم فما حاجه نحطوا الناس الكل يد في اليد، خاصه المصلحه نتاع الكره في تونس. عندنا جينيراسيون جايه معناها وليدات صغار، لازم يكونوا فورماسيون بتاعهم صحيحه وخدمه صحيحه وتكوين صحيح. واحمد راهو فما حاجه معناتها نحب ناكدها، راهو مش راهو بالضروره نحن باش نتلموا رانا باش نعملوا عركه مع فلان ومع فلان. لا رد بالك، راهو معناتها انا معناتها نحن خاطر ماشي في بالنا اذا باش نتقابلوا باش نعملوا معناتها كيما نقولوا نحن اسوسياسيون، ولا باش نعملوا حتى هكايا معناتها نلموا بعضنا، مش بشرط هي راهو معناتها باش نوليو ضد فلان وضد فلان وتدخل بوليتيك. مش بوليتيك، احنا مصلحتنا واحده، هي شنو؟ نشوفوا تونس نهار اخر والدرابو نتاعنا يرفرف برا. صحيح. وكي تقول برا معناتها نحكيو حتى على بارابور الجيران، فهمت؟ دونك هنا نحكيو على مصلحه واحده، ولكن لازم نخدموا مع بعضنا الناس الكل. حاجه اخرى راضي فيما يخص انت اكيد تتابع في البطوله الافريقيه في الشامبيونز ليج، وتعرف الفرق نتاعنا اللي قاعده تشارك. نعم. معناها وشفت المجموعه خاصه مجموعه الترجي الرياضي التونسي والنجم الساحلي. كيفاش شفت الفرق نتاعنا في البطوله الافريقيه هذه، وخاصه اللي الترجي والنجم عندهم مباراه معناها غدوه بعد غدوه. والله هو شوف راهو مستوى معناتها متقارب من بعض الكل. حتى الليكيبات معناتها اللي متعوده تلعب على اللقب دائما في الادوار الاولى تلقى صعوبات، والصعوبات هذه جايه معناتها من عده نقاط ومن عده معناها مشاكل، منها يعني الرزنامه، يعني الفرق الكبيره اللي تلعب على المستوى الاول والالقاب دائما تلقى مشاكل، لانه الحقيقه الرزنامه معناتها ياسر فيها ياسر معناتها ضغط،
وما فماش برشا وقت يعني للاعب خاصة باش يريكوبيري والمدرب أيضا. ولكن ولكن فما حط بعض النقاط اللي شفتهم أنا، تبعت شوية الترجي التونسي وطارق ثابت. بالمناسبة نحيي خويا طارق، تحيه لطارق وان شاء كامل. الله وان شاء الله ديما معناتها متألق، لانه الاسبيرونس في الوقت الحالي ماهيش سهله، وباش تراضي معناتها الاطراف الكل ولا اغلب الاطراف مش سهل. شفت معناتها صاروا كلكو ريكروتمون اللي خلاو معناتها ممكن الفريق احسن من العاده، ولكن مازال الفريق قاعد يفركس على الستيل نتاعو، يفركس على النجاعه نتاعو اللي باش تخليه يطلع للنيفو الاخر. فما ملاعبيه باهين، هذا بصفه نسبيه معناها لي ريكروتمون اللي عملوهم، وماذا بيا نعرف شكون اللي عملهم، على خاطر ماذا بيا حق لي راني حكيت معاه ولا جبته ولا ما عرفت شنو، فهمتني. ولكن انت يا احمد جبت الريكروتمون. اعطيني هوتي. طرف ثابت هو كي كان هو المدير بتاع الريكريتمون، معناها كانت اي مجموعه كامله في الفتره هذيك. اوكي دونك الفريق فما توازن في الفريق من ناحيه اللاعبين، ولكن في الكره مازال معناتها ما شفناش النجاعه اللي يلزمنا نشوفوها. ان شاء الله بقدر ربي معناتها بشويه وقت نشوفوا معناتها فريق متكامل. كالكو زاسبي تكنيك شفتهم، خاصه الماتش الاخراني كونتر بيترو. ايه بيترو راهي جمعيه، الحقيقه شويه تفاجأت بالستيل دو جو اللي لعبوه. عجبني ياسر ستيل دو جو، طياره ياسر لعبوا فما برشا معناتها دي موفمون في الديفونس. ما نسميش الملاعبيه توا، اما قعدت نتبع معناتها سون ايكيب في رادس ما حقناش خليناهم يلعبوا ممتاز معناتها. ونرجع ديما مثلا فوزي برزرتي كان عنده البريسينغ او، يشد يخنق ليكيب، نامبورت كيل ايكيب يشد يخنقها لقدام. ما سايبهم كما معناتها نكسروا السيستم اللي يلعبوا به. وذي الحاجه اللي انا نتصور وحدي معناتها نورمالمون رانا اخترنا الليني نتاع بريسينغ، واخترنا كيما نقولوا نحن ديكلونشور نتاع بريسينغ باش نجموا نفكوا كره لو بلو بوسيبل باش تنجم غاديك تكسبلوتي لي زيسباس. حاجه اخرى زاد قلقتني هو لا ليني وقت تبدا عندنا الكره، وجبت هذه البوان معناتها لي ديفونسور نتاعنا مرياح والتوغاي لعبوا ياسر من بعيد. دونك هذاك اللي خلى الميليو تيران نتاعنا اللي هو ميليو تيران قوي ياسر يهبطوا باش ياخذوا الكره باش ينجموا يكونستروي لو جو. اوتوماتيكمون ينقص لو نومبر نتاع اللاعبين اللي باش تلقاهم في 18 متر. ما تشوف زاد ربي سامحني، فريق بيترو هذايا تشوفوا اللي هو معناها ضغط عليك والليني نتاعو قرب برشا، معناها اونتر 20 25 متر معناها ما بين الديفونسور والاتاكون. اكزاكتومون اللي باش نعمل اللي نورمالمون نعملوه احنا نعملوه هما في رادس. وذا هو معناتها مالغري اللي كما قلت لك راهو فيه نقائص الفريق، وحتى الترجي معناتها كي باش تمشي تلعب لهم غادي عندهم لو شانس نتاعهم باش ينجموا معناتها يجيبوا نقاط من المقابله هذه. المهم يلزم يكون فما توازن في الخطوط، ويلزم معناتها الاستراتيجيه تكون واضحه للملاعبيه الكل، خاصه ديفونسيفمون. هو شوف تحب ولا تكره، انا اول حاجه خدمت عليها ديفونسيف معناتها كي مشيت للاسبيرونس. ما زلت عندنا العقليه نتاع نقولوا له نحن تكنيكمون كادراج. اش معناتها كادراج؟ معناتها الكره هكا وانت مقابلها وكره تمشي على اليمين انت تمشي على اليمين. الحقيقه ما تنجمش توقف انت، انا عندي الكره انا نجم تعطيني 5 متر
نجم نعطي باس نحب عليه انا، باس على اليمين على اليسار 5 متر و10 متر و30 40 متر، نجم نعطي باس نحب عليها. دونك يلزم البريسينغ، يلزم البريسينغ و نعرفش كان برشا كان فما شكون يتبع في بيب غوارديولا ديما يقول فما كلمه يقولها كوميت. كوميت معناتها يلزمك تكوميتي، يلزمك تمشي تفك الكره وتفكسي الملاعبي كسوا بالكره ولا بلاش كره. راك يبدا عندك كره يلزمك لاتاكون تفكسي باش تنجم تخلق ليزسباس. اذا هو معناتها جاب باش عليك غاديك تولي تلعب في ظهره وتولي معناتها تنجم تتعدى لينيا هذوما حاجات مش مشكله نتاع مدرب ولا مشكله نتاع كما قلت التكوين نتاعنا مازال ماهوش في المستوى هذاك اللي يخلي اللاعب يطلع على المستوى اقوى. وهو كما نقولوا نحن فما كي دومينو، يعني اذا طلع حاجه تطلع حاجه اخرى. الملاعبيه نتاعنا لازم يشوفوهم معناتها في مستوى اعلى في اوروبا. حسب رايك انت في المباراه هذه، حسب رايك مع يعني غياب عده عناصر نجم نقولوا في الترجي التونسي، كيفاش يكون حسب رايك معناها التكتيك نتاع المباراه هذه؟ كان جيت انت مثلا موجود كيفاش كان معناها تديريج المباراه هذه؟ سامحني شكون اللي مش باش يلعب المقابله الجايه؟ مش باش يلعب عندك حسام غشه والوليد الدربالي. غشه مضروب صحيح. ولا شكون الاخر؟ الوليد الدربالي في وسط الميدان. الدربالي نو بالنسبه لي انا نشوف معناتها ماهوش ما سهل معناتها يفو يلزم كما قلت لك معناتها تختار اللينيا نتاع ديفونس. بار اكزومبل مش كيما مثلا كونتر الوداد في الوداد الدومي فينال هكا الدومي فينال لعبنا لهم مثلا كونتر المغرب اللينيا كانت ياسر طايحه، دونك اعطيناهم برشا وقت وبرشا سباس، وحتى كيف كان الكره كنا واحنا بعاد جاتنا يمكن فرصه معناتها كنا نجموا نسجلوها. يعني اللينيا ديفونسيف تكون البيغ دي كا في ال 40 متر معناتها نعيطوا لها لينا نتاع 40 متر، اما هي معناتها في 30 متر الفوق، وغاديك ديكلانشي انت البريسينغ نتاعك بارابور مثلا باس لاتيرال، ولا انت تفرسي على جهه معينه. تو بار اكزومبل عندهم الديفونسور هذاك سامحني معناتها الاصلع نمرو 4 ايش يعملوا يلعبوا سيستيم بوليفالون معناتها قاعدوا بثلاثه ويطلعوا معناتها الاريير، يطلعوا الاريير دروا يطلع الفوق والاريير جوش يهبط لوطا، يوليوا بثلاثه وخمسه اثنين. اللي في الماتش الاولاني لكن هذا في الماتش الرول الاوفنسيف غادي غاديك انا نحكي لك هو ايش يعمل هذا الديفونسور، يعطي باس لاتيرال للديفونسور اللي بجنبه ويطلع يمشي هو يعطي لونغل يولي كيما البيفو، يعمل يولي كيما دونك يخلق سوبيريوريتي نيميريك ورا اللينيا الاولانيه نتاعنا اللي هي فيها واحد برك ولا ساعه زوز. دونك شي لازم يصير معناتها بوتيتر تو بو ترافاي على كيما نقولوا نحن التراب على un moment comment tu peux معناتها déclencher cette معناتها ce pressing باش تنجم تفك الكره في الكونستركسيون في اللينيا هذيك. اذا تفك الكره في اللينيا هذيك دونك تلقى اوتوروت محلول وراك كي باش تفك الكره راهو شوف بالطبيعه راهو سهل نحكي بالطبيعه السيرتيرا حاجه اخرى سهل نحكي اما نحكي لك حسب رايي نحكي بالفاك وما نحبش هذا يزيد اثر نيجاتيف بكلامي على اللي موجود توا. الحقيقه معناتها نتمنى يعني هو الخساره الاخرانيه نتاع الاسبيرونس معناتها خلات كما قلت لك الوراق كلهم مبعثره شويه، دونك وسيرتو ليتوال ربحت الماتش، دونك
ان هو شاء الله التعادل نشوفوا جمعيتين الزوز. التعادل نتاع الماتش نتاع بيترو فيرادس هو اللي لخبط، تعادل، لكن سمحت كما سمحت، قلت انت تعادل. الكاليتي موجوده نتاع الملاعبيه حاليا معناها في الدرجه الرياضي التونسي. دونك المباراه هذه اكيد فيها عده خيارات لطارق ثابت، ونتمنى له التوفيق في المباراه هذه. صحيح كما قلت مش مباراه صعيبه، مش مباراه نتمنى سهله، التوفيق، لكنها زاد مش صعيبه، تنجم تربح غادي. نتمنى التوفيق. شوف الجمعيات التوانسه الكل في الجروب نتاعنا، فما ليتوال وفما ليسبيرونس، ماذا بيا نشوفوهم الزوز يترشحوا. علاش لا؟ نعرف اللي سي با فاسيل، على خاطر فما حتى الهلال من غاديك زاد جمعيه معناتها محترمه. صحيح. فريق معناتها قاعد يتعدى بصعوبات كبيره ياسر، موش يلعب في بلاده، كل مره يلعب في بلاصه، ولكن شوف معناتها قدم معناتها مردود كبير ياسر. تفرجت فيه ضد الترجي. ماهيش سهله، ماهيش سهله، ولكن ان شاء الله كل التوفيق للترجي التونسي بالطبع والاتوال. علاش لا يترشحوا الاثنين ان شاء الله. وباش نختموا فيما يخص المنتخب والمنتخب التونسي في البطوله الافريقيه الجايه في كاس افريقيا معناها اللي باش تصير في الكوت ديفوار. باش نطول برشا، كيفاش تشوف المنتخب نتاعنا مع المجموعه الحاليه اللي معاه؟ والله انا معناتها قلت رايي. المجموعه يعني جاتنا بقل اضرار، ولكن ماهيش سهله بالنسبه لي انا. نحكيو على مالي، نحكيو على افريقيا دو سود، وحتى ناميبيا راهو هذه يظهر لي المره الثانيه تترشح للكاس افريقيا على التوالي. ايش معناتها فما كونتينيتي، فما خدمه للفريق يعني. نتصوروا باش يحامي على حظوظه لاخر دقيقه يعني. المنتخب التونسي فما استمراريه اللي بها الفائده. فما يعني اللاعبين اللي موجودين قاعدين يتحسنوا من مقابله لمقابله، ومن يعني الدوره لدوره. برشا ملاعبيه تو عندهم الاكسبيريونس نتاع الافريق، وعندهم الاكسبيريونس نتاع الكوب دي موند. دونك لهنا نحكيو على فريق عنده قاعده باهيه، قاعده لاعبين ويعني اكسبيريونس. هذوما لازم نستعملوهم باش نجموا نوصلوا الاقصى ما يمكن في كاس هذه الافريقيا. ماهيش سهله، ماهيش سهله. هذه ممكن من اقوى معناتها على الاوراق حسب رايي توا. بعد ما نعرفوش شنو هو الوجه اللي باش يضربوا به الفريق، ولكن من اقوى الكؤوس. نحكيو على الكوت ديفوار اللي هما يعني المنظمين، نحكيو على السنغال اللي هما عندهم التيتر، نحكيو على المغرب دومي فينال كوب دي موند، نحكيو على نيجيريا، نحكيو على نحكيو على غانا الكامرون، نحكيو على مصر، نحكيو على الجزائر. ما تنساش الجزائر خويا. نحكيو على يعني فرق في نيفو محترم برشا وعندهم لاعبين كبار. نحكيو على الكأس افريقيا يعني، خاصة في الأعوام الأخرانيين المستوى متاعها والطلع، لأنه الناس كل ولا تحب تربح زاد الكأس افريقيا هذا، والناس كل تحب تنظمها على أعلى مستوى يعني وحتى معناتها نحكيو على الماركتينج والفاينانس. الفيفا من غاديكا يعني قاعدة تعاون بكدا يعني تونس وقيت باهي نجموا نخلقوا المفاجأة. علاش؟ لأنه عندنا ولادات راهو باهين ملاعبية، عندنا ولادات قاعدين ينشطوا في أوروبا معناتها. ملاعبي كيما العيدوني كيما السخيري قاعدين يلعبوا ديما. ما نحكيش على الديفونسور شو اسمه متاعنا طالبي، فهمتني. عندك وليد الطالبي، عندك زاد حنبال المجبري، عندك العرقوي. هذوما اللاعبين الموجودين. حنبال معناتها في مستوى اخر، ولكن نحكيو على فريق. نحكي على الركائز أنا اللي موجوده، فهمت. وعندك عندك النمس يوسف المساكني مغاديكا معناتها
تعرفوا انت لعبت معنا. دونك كابيتان حلوف خبيث عنده معناتها ما يقول في روحه، يهبط ديما يعطي الامباكت بوزيتيف للجمعيه حتى كان ما لعبش يهبط 5 مينوت فهمت، لا يعطيهم الامباكت. يعني يلزمنا معناتها يلزمنا ناخذوا ثقه في رواحنا، نلعبوا بالكاليتي نتاع الملاعبيه اللي موجودين. لازم زاد المدرب سامحني راضي، المدرب لازم يوظف الكاليتي نتاع الملاعبيه على معناها اللي عنده. انا نحكي توا كمحب كأونسيان انترناسيونال، نحكي كمعناتها لاعب منتخب ونتبع في تونس ك معناتها مشاهد اونترنور والحكايات هذوك كلهم. انا نحب نشوف ليكيب نتاعنا تلعب بالكره بالثقه اللي وبالكاليتي نتاع الملاعبيه اللي موجودين. الملاعبيه اللي موجودين نتاعنا راهو يلعبوا كوره، شوفوا في ليكيبات نتاعهم يلعبوا كوره فهمت، ويدومينيو الماتش، يدومينيو. سخيري بريسي في المانيا، سخيري ماهوش بيفو سنتينيل، سخيرو سان جوور يبريسي ويعاون في لي ترانزيسيون اوفونسيف ويماركي في بونتوات في المانيا. دونك يلزمك معناتها يلزمك تستعمل لي كاليتي نتاع الملاعبيه لليكيب، مش ليكيب للملاعبيه. معناتها لي كاليتي لي زانديفيدويل اللي عندهم تستعملهم باش تنجم تخلق اون ايكيب اللي تنجم تكون قويه في لي كات كومبارتيمون اللي نعرفوهم، اوفونسيف وديفونسيف ولي ترانزيسيون زوز. دونك لهنا نحكيو على فهمتني، نعطيهم شويه ليبرتي. وتشوف التوانسه خاطر نحن نحبوا الكوره، راهو نحبوا نموتوا على الكوره. الببليك نتاعنا راهو احنا التوانسه حياتنا كوره، اي اوني باسيوني بالكوره. دونك نخلقوا فيسا كي ما نلعبوش كوره، وسورتو كان معناتها نتعطلوا في الريزلتا. دونك يلزم جواراتنا هذا اش تعطي للببليك نتاعنا. تشوفوا معناتها الببليك يتبع من بعد وكاميكاز نحن معناتها من نوخروش. وان شاء الله بالتوفيق للناس الكل. ان شاء الله بالتوفيق للمنتخب وبالتوفيق للفرق التونسيه نتاعنا. وبارك الله فيك انت راضي معناها الحقيقه على السهريه الحلوه. نعرف اللي انت ترقد بكري وكل شيء، لكن اخويا ميرسي. مازلت تقوم 5 نتاع الصباح راني. نعرف والله نعرف والله نعرف. اي كما قلت مازلت تقوم 5 نتاع الصباح للتاريخ، معناها هذه حاجه باهيه. دونك خويا ميرسي بيان، يعيشك. ميرسي بيان راضي، وان شاء الله كما العاده نكونوا في تواصل ونتقابلوا في الخير ان شاء الله. عايشك خويا احمد، تحياتي ليك وتحيه كل المشاهدين والمستمعين، وبالتوفيق لك انت خويا، نتمنى لك كل خير. وان شاء الله خويا نقعدوا متواصلين ان شاء الله. يعيشك خويا، تصبح على خير. السلام عليكم. سلام. دونك ان شاء الله اللايف هذا كان خفيف والحقيقه معناها كان برشا وضوح مع راضي. راضي انسان محترم برشا معناها، وهاك شفته معناها ما عنده على شنو يخبي. نتمنى له التوفيق راضي في المسيره معناها نتاعو الجايه. اكيد راضي عنده حاجات قاعد يخدم عليها لقدام، وان شاء الله نشوفوه ديما من حسن الى احسن. بارك الله فيكم الاخوان الكل على الكومنتات نتاعكم، على التفاعل نتاعكم، على الصراحه الموجوده بيناتنا. الحقيقه انا ديما فرحان اللي فما ديما الاحترام المتبادل بيناتنا، وفما حتى الاحترام في الضيوف اللي انا نجيبهم. بارك الله فيكم الناس الكل، وان شاء الله نتقابلوا في الخير ان شاء الله غدوه. عندنا لايف اخر، وان شاء الله الاخوان اللي يسرعوا على اسكندر السوايح راني نحاول مع اسكندر، واسكندر صاحبنا وكل شيء. ان شاء الله نحاول معه مره اخرى وعده وجوه اخرى ان شاء الله. ليلتكم زينه وتصبحوا على خير.